السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة وفي فيديو جديد من قناتي أطيب ما جربت. كما راكم تلاحظوا في الصورة جيتكم اليوم أجنحة الدجاج محمرة في الفرن، طبق اقتصادي بنين وخفيف وظريف وقليل الزيوت أيضا. ما نطولش عليكم أخواتي ونروحوا إلى المقادير وطريقة التحضير اللي ما كانش أبسط منها. كما راكم تشوفوا هنايا نجيبوا اناء، تقدروا تخدموا في اناء بالميكسور ولا تحبوا ديروا في البلاندر، انتي واش عندك في المطبخ ديالك. كما راكم تلاحظوا هنايا نجيب حبه طماطم وتحبوا ديروا معاها حبه طرشي ولا حبه تاع فلفل. انا هنا درت فلفل لانه ما يحرقش واستعملته. كما راكم تشوفوا هنايا نحط المكونات ديالي، نزيد عليهم فصوص تاع توم، نزيد ايضا ملعقه كبيره من الخردل لا موتارد، راح يضيف بنه هايله يعني، والطعم راح الذوق والطعم راح يجي كيما تاع برا. انا هنا درت ملعقه تاع زيت فقط، حبيت يكون قليل الزيوت وقليل السعرات. نتوما تحبوا ديروا ملعقتين ولا تحبوا ديروا ملعقه زبده ايضا. بالنسبه للتوابل عندي فلفل الكحل، عندي كركم، عندي كمون، عندي تابل الدجاج، وعندي ايضا عكري والملح ايضا. نجيب الميكسور ديالي هنايا نروح معاه غير بالعقل، يعني ديك الطماطم راح تطلق الماء تاعها وراح يولي سائل. كما راكم تشوفوا هنايا نميكسي مليح حتى نتحصل على هذا الخليط. نجيب الاجنحه تاوعي اللي راح نحمرهم، تقدروا ديروا الأجنحة كما تقدروا ديروا دجاجة كاملة، تقدروا ديروا أي قطع من الدجاج يعني. أنا كنت بيكيتهم بالموس باش يدخل هذه لا ماريناد مليح. والعملية هذه تقدروا ديروها مثلا في الصباح وطيبوها محشية، تقدروا ديروها في الليل وطيبوها مغد من داك، كما تقدروا ديروها يعني تخلوها نص ساعة ولا وطيبوها. بصح يعني كل ما الأجنحة يعني القطع هادو تاع الدجاج يقعدوا في هذه التتبيلة راح يجوا بنان أكتر. نخلطوهم مليح كما راكم تشوفوا، لازم كامل القطع يتلبسوا بهذيك التتبيلة. بعد ذلك اذا كان عندك يعني بلا بالغطاء تاعو تستعمليه احسن. اذا ما كاش عندك جيبي بابي كويسون وبابي الومنيوم. نجيب هنا قطعه من بابي كويسون، من الاحسن تشمقيها بشويه ما باش تمدلك الطوع تحكمي فيها كيما تحبي. نغلفوا البلاط تاعنا بابي كويسون. بعد ذلك نجيبوا بابي الومنيوم كما راكم تشوفوا، نغلفوا البلا ديالنا مليح بهذا الشكل وندخلوه للفرن. في البدايه نشعلوا له من التحت فقط، راح ياخذ معكم من 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه على حسب درجه الحراره تاع الفرن تاعكم. وبعد ذلك نشوفوا كي نشوفوه باللي طاب نقلبوا على كلتا الجهتين حتى ياخذ منا هذا اللون الشباب كما راكم تلاحظوا. واذا شفتوا باللي لاصوص تاعكم نشفت لكم بزاف تقدروا تزيدوا ملعقتين من الماء الساخن جدا. حذاري هنا ديروه بارد، ماء بارد مع البلا يكون سخون راح يصرى شوك، لازم ديروه سخون وتحصلوا على النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها. جا طبق بنين رائع خفيف اقتصادي، ننصحكم باش تجربوه ليكم وللعائلة ديالكم، وأكيد راح يطلبوه منكم مرة أخرى. تقدروا ترافقوا الطبق ديالكم مع خضر مشكلة، تقدروا تفوروها مع أرز إلى غير ذلك، يعني تقدروا ترافقوه بأي نوع من أنواع الخضر. إذا عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم، عجبتكم الوصفة خلوا لي جام. إذا عندكم اقتراحات لوصفات سواء كانت وصفات عادية ولا صحية، القناة راهي قناة متنوعة، خلوها لي في لي كومنتير وشاركوها مع أصدقائكم. واللي ماش داير مشاركة يدير مشاركة ويفعل زر الجرس باش يلحقوا كل جديد. أترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.